احنا مصر حد هيخوفنا يعني؟ احنا بنخوف العالم، احنا مصر بنخوف الدنيا. هو انت فاكر البشير لما يجيب اردوغان قال يعني ولا حاجه؟ مين انت ومين تركيا بالنسبه، ومين اصلا من اللي معاك ومين اللي وراك؟ هو انت عشان خدت قرشين من قطر وزقينكوا علينا وعايز تتكلم تفتح لنا مشكله عندك؟ لازم تلزم حدودك انت واللي وراك، انت واللي وراك تلزم حدودك وتلزم حدودك وتعرف انت بتتكلم عن مصر. انقلاب ايه يا ابو انقلاب؟ الانقلاب عندك انت الرئيس بتاعك ده هو اللي عمل انقلاب سنه 89. انت كنت فين 89 لما عمل انقلاب البشير؟ ده الانقلاب اللي عندك. اللي عندنا احنا ثوره شعبيه عظيمه دحرت الاخوان بتوعك، دخلتهم السجن وهيتعدموا. هو انت فاكر انه اللي انت بتقوله ده قال يعني بتخوفنا يعني؟ انت مين؟ انت مين اصلا على الخريطه؟ ده انت رئيسك ده مطلوب للعداله الدوليه، رئيسك ده مطلوب ليحاكم دوليا. بتتكلم على ايه؟ ده انت عملت جرائم ضد الانسانيه ورئيسك ده مطلوب القبض عليه. تخيل الحقاره. السودان الاخت، الدوله الاخت والشقيقه والعزيزه والقريبه واللي قسمنا الرغيف واللي النيل بيربط ما بيننا وبيننا علاقات نسب بمئات الالوف العائلات وبيننا تاريخ مشترك وكنا دولة واحدة. يتقال على السودان كده أقرب أرض الأرض، أقرب أهل الأرض لمصر، أقرب أهل الأرض لمصر. السودانيين دول أقرب أهل الأرض. ده كلام ليس فيه أي نقاش أو إنه مجاملة أو كلام دبلوماسي، هي حقيقة يعلمها القاسي والداني. بقت إيه على الخريطة؟ السودان بقت إيه على الخريطة؟ يا ولاد السودان. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في العصابة. شوف كل المواقف اللي بتفتت. قول لي موقف جمع العرب جه من ساعة ما حكمنا العيال، من ساعة ما حكمنا الأوباش. قول لي موقف جمع الناس. كل الناس اتشتمت وكل الناس اتلعنت وكل الناس اتقال عليها كل حاجة قذر. المخبر كمل الهجوم بقى. تخيل اللي جاي بقى، قال لك رئيسك ارتكب جرائم ضد الإنسانية البشير. تخيل صبي العميل، مخبر تباع العصابة في مصر، العصابة الإجرامية اللي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والبشرية، بيعاير البشير بأنه بيرتكب جرائم ضد الإنسانية. اسمع الحتة دي بقى عشان جامدة جدا. ولازم نذكر كمال عامر والرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير انه جاء في انقلاب عسكري سنة 89. يعني الحته دي بالظبط لازم نفكر انه جه في انقلاب عسكري. لازم تيجي فيها اللطامه بتاعت سعيد صالح كده. كان متخيل ان زمان لازم يجيبوا اللطام. حقيقه اللطامه. البشير جه انقلاب. احنا اللي علمنا المنطقه، يا مغربي يا جزائري يا تونسي يا موريتاني يا اهل الخليج. احنا اللي علمنا المنطقه الانقلابات العسكريه. احنا اللي علمنا المنطقه ان العساكر يخرجوا من السكنات ما يرجعوش ليها تاني. احنا اس بلاء المنطقه. بقى مخترعين الانقلابات العسكريه في الشرق الاوسط. حتتين كانوا علموا المنطقه كلها، تركيا ومصر. تركيا ومصر. ربنا شفى تركيا ويحميها من الانقلابات العسكريه ويحمي كل ارض مسلمه من اي انقلاب. شفاها من الانقلابات العسكريه وانقذها بقدرته بس في يوم من اصعب ايام التاريخ، يوم 15 يوليو. حقيقه 15 يوليو 2016 اتعافت تركيا، فبقت تركيا من الانقلابات العسكريه من 15 سنه. وفضلنا احنا يجي المخبر يعاير السودان ان البشير جيب انقلاب عسكري. الحته دي من الاول عشان كرهتها قوي يا ضياء. ولازم نذكر كمال عامر والرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير انه جاء في انقلاب عسكري سنة 89. يعني ما كانش فيه ثورة في السودان. يعني ما نزلش الشعب السوداني عشان يجيب عمر البشير يحكم السودان. ده عمل انقلاب من الجيش بتاعه. ده الانقلاب بقى، مش ناس نزلت في الشارع ونحزها الجيش السوداني، لا، ده في حاكم بانتخابات ديمقراطية في السودان، فراح الرئيس السوداني الصبح وهم نايمين استولى على الحكم.
فيبدو انه كمال عامر الاخواني اللي في حزب المشير عمر حسن البشير يبدو انه لم يقرأ تاريخ بلده. فاكر رئيسك ده مسموح له يتحرك كده يعني، الدول بتأمنه، انما جاي تتكلم انقلاب مين؟ ده اللي مزعلكم؟ ما احنا عارفين انتوا زعلانين، ما احنا. الراجل رئيسك المخبر بيعاير السودان بالبشير انه ما يعرفش يتحرك. اقول لك طبعا البشير عشان بس اللي بيسمع ويتفرج عشان ما يفتكرش، لا نمتلك رفاهية حتى ان يكون عندنا ميزانين، فالحق احق ان يتبع، ويعرف الرجال بالحق والحق لا يعرف بالرجال. طبعا البشير زي كل اخواته العرب يعني، عشان كده لا تجوز معايرته يعني. انما في حته بقى احمد موسى اللي بيقول له انت ما بتتحركش عشان هو مطلوب للعداله الدوليه، عشان البشير مش موالس مع الصهاينه، ما بيحموهوش اخواله في اقوال لم تثبت، او اللي بيبات معاهم بالليل في الفراش ما بيحموهوش الصهاينه. احنا العميل بتاعنا بيحميه الصهاينه، البشير ما بيحموهوش الصهاينه، انما البشير منقلب زيه زي السيسي يعني، بس عشان نبقى فاهمين حته الحكايه. انما بقى تخيل يعني انت ممكن تعاير البشير ده باي حاجه غير بالانقلاب، وانت كل بقعه في راسك قد كده. كمل. رئيسك ده مسموح له يتحرك كده يعني، الدول بتأمنه، انما جاي تتكلم انقلاب مين؟ ده اللي مزعلكم؟ ما احنا عارفين انتوا زعلانين، ما احنا عارفين ان انتوا فاتحين معسكرات عندكم، احنا عارفين، وانت مش عارف ان احنا عارفين؟ ما احنا قضينا على ارهابيين جم من عندكم، ارهابيين جم من عندك من السودان، ولسه عندك ارهابيين موجودين عندك. هو انتوا مش هتتوبوا؟ ما انت ساعدت الاخوان وقفت معاهم، وانت مش هتتوب لان انتوا كده. الاعلام المصري للاسف الشديد بقولها لكم بكل العار اعلام مؤجر ومركوب حتى الثمالة.